السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهاردة هنعمل مع بعض عيش الطاسة. شايفين المقلي في الزيت؟ ده شكله من جوه هش جدا وجميل. شايفين شكله مفرغ ازاي من جوه؟ حلو اوي. تقدري تاكليه جنب جبنة بيضة، جنب جبنة حادقة، تقدري تاكليه كده، او ترش عليه سكر وتاكليه. يعني هو ليه طرق كتيرة للأكل. يلا ندخل بينا بقى على المقادير. مقاديره سهلة وبسيطة جدا. حوالي 200 ملي من المية المغلية. شفتوها وانا بحطها مغلية ازاي وبتطلع بخار ازاي؟ خلاص. وحطيت عليها 3 جرام من السكر، 2 جرام من الملح، وحطيت عليها 300 جرام من الدقيق. حطيت الدقيق طبعا شوية بشوية لحد ما اتأكد ان المية خدت الدقيق كله، عشان بس ما نكترش الدقيق والوصفة تبوظ مننا. طبعا انتوا متعودين معايا على كده. وابتدي بالتدريج اضيفه زي ما انتوا شفتوا على 3 مراحل. وبعجن العجينة زي ما انتوا شايفين اهو. بعدين احطها بقى على احطها كده على الرخامة. عفوا. وابتدي ان انا اعجنها كويس جدا. وابتديت ان انا اعملها رول واقطعها. خلاص. الاول بريحها شوية وبعدين بعملها رول واقطعها. قطعتها على 8 اجزاء وعملتها كور. وجبت صينية مرشوش عليها دقيق وعملتها كور زي ما انتوا شايفين كده. وابتدي برضو اريحها كمان شوية. طبعا هتتعامل معاملة العيش. هو يعتبر عيش بس عيش مقلي. وهبتدي ان انا اريحه حوالي 10 دقايق. وارجع افرد الكورة دي زي الرغيف كده. وطبعا رشيت دقيق وابتدي ان انا افردها. ولو المردانة بتلزق زي ما انتوا شايفين طبعا برش عليها دقيق وعلى العجين نفسه دي عشان ما يلزقش معايا. شايفين؟ وطبعا بعد ما افرد العجين ده كله هبتدي ان انا اريحه برضو. يعني انتوا هتشوفوني هاخده على الزيت بس هكون قبلها مريحاه اهو. بفرد معاكم. طبعا لازم يكون وسط. يعني الفرد بتاعه ما يكونش رقيق قوي وما يكونش تخين اهو. ابتديت ان انا في زيت سخن وغزير ونزلته وهقليه بقى طبعا بالسباتشوله دي. وابتدي ان انا احركه واحط الزيت كده على وشه. بس بصراحة الحلة دي كانت ضيقة شوية فما ساعدتنيش ان انا احط من الزيت على وش ال- العيش. يعني لو حاجة واسعة شوية هيكون افضل. ادي شكله اهو. هو بينفخ وبيبقى مقرمش كده في الاكل وبيفضل برضو مقرمش فترة. بص شكله واخد لون جميل قد ايه. طبعا احنا لما نقلبه نحس ان هو من تحت خد لون. ببتدي اقلبه على الوش التاني بس طول ما هو على الوش الابيض ده بالزيت كده. وابتدي ان انا ارش على وشه عشان ينفخ معايا. اظن عيش سهل، مفيش اسهل من كده. ولا خميرة ولا بيكنج باودر ولا اي شيء يخلينا مثلا يعطلنا او يوقفنا. وصفة في منتهى البساطة. هتقومي تعمليها دلوقتي حالا من سهولتها اهو. وادي ده واحد تاني نفس القصة. طبعا اهم حاجة ما نرققش العيش قوي وما نرفعوش وما نتخنوش زيادة عن اللزوم برضو. خير الامور الوسط. خلاص. واللي وصل معايا بقى لحد المقطع ده ما ينساش يعمل لي لايك ويشترك في القناة اللي ما اشتركش. وتسيبوا لي تعليق جميل زيكم كده. شايفين شكله حلو قد ايه؟ بصراحة هو مش عايز جنبه غموس ولا اي حاجة. هو يتاكل كده لوحده. ممكن نرش عليه سكر بودرة اول ما يطلع من النار عشان السكر يمسك فيه. ممكن تاكليه كده. ممكن تاكليه زي ما قلت لكم في اول الفيديو بجبنة او اي حاجة خفيفة. يا رب بقى الوصفة تكون عجبتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.